نعم. وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إذا حضرنا وشفنا علمناكم. في واحد سأل أحد تابعين قال له إبليس له ذرية وله زوجة، قال ذاك عرس ما حضرناه. نعم. هذه الأسئلة التافهة ليش تسألونها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة واحدة، وهي إمكانية زواج الإنسي بالجنية أو بالعكس، هل هذا ممكن شرعا؟ جرب، دور جن وتزوج منه، شيء ما ننفيه ولا نثبته، أنا ندري، لكن أنت جرب. نعم. يقول أن بعض أهل العلم يقول لم تثبت تسمية ملك الموت بعزرائيل، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا لم يثبت، لكن هذا كثر على ألسنة الناس. نعم. وهذا ملك الموت يكفي أنه ملك الموت. أنت تبي يقبض روحك، ما اسمه عزرائيل ولا ما هو اسمه عزرائيل؟ نعم. وش تبي اسمه هذا؟ نعم. ولا اصبر لما يجيك وتشوف. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول وهل ورد أو يوجد أخبار عن السلف أنه يؤتى إلى الميت فيخبر بأخبار الأحياء وأن ذلك يؤنسه في القبر؟ ما سمعنا بهذا. الميت جيب له الأخبار، جيب الراد وبعد خلوه عنده شغله، لا يصلح هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما معنى يكتوون؟ ما معنى يكتوون؟ ما تعرف اللي يكتوون؟ ما تعرف الكي؟ راح لما اللي يكوي وقال ورن وشلون الكي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،